اذا ما كذبوكمش وقالوا لكم هذا المطلوع مشي من برا كاع ما تقولوش درنا مطلوع. المطلوع المنفوخ يجي خفيف كي الريشه، خاوي من الداخل، طايب بلا كوشه، ومن تذوقوه تحسبوه طايب في الكوشه تاع العرب. من مور هذا الفيديو كاع اللي جامي داروا المطلوع يولوا محترفين فيه. نبداو بزوج كيسان تاع الماء يكون دافي ونفس الكاس نكيلو به كلش، نديرو مغرف سكر. وهاد الوصفه تحداوني عليها خميره انجل الفوريه، رسلوا لي قفه فيها الخميره طابليه وقالوا لي ديروا وصفه بالخماره وبلا كوشه، وانا قبلت التحدي. الخميره تاعهم عندي شهور وانا نستعمل فيها، النتيجه تاعها بزاف شابه وفيها احجام مختلفه. نروحوا هنا داك الماء نزيدو فيه مغرف ونص كبار خمارة الخبز ونخلطوهم مليح. زيدو زوج مغارف زيت مع مغرف خل وزوج كيسان ونص سميد يكون رطب كاع. نخلطو كاع هاد الخليط ونطحنوه بالبراميكسر ولا ديروه في الاشوار حتى ينطحن مليح. نغطوه ونخلوه يريح 10 دقائق. شوفوا كيفاش نتفخ معانا. نزيدو له السانوج، مغرف ملح كبيره ونخلطو غايه ونلمو بالفرينه. انا الفرينه درت لي واحد زوج كيسان ونص هكا. العجينه راك تكون شويه تلصق، نخبطوها غايه ونخلوها تريح واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه. مور ما تخمر معنا شفتوا النتيجه كيفاش طلعت وخمرت بالخوف. نقسموها على 4 كويرات بالاستعانه بداك السميد الرقيق، نخلوهم يريحوا دوك الكويرات ربع ساعه. نحلوهم هكا بيدينا نبسطوهم ونخلوهم يريحوا نص ساعه، نغطوهم. نروحوا للطاجين. اهم حاجه اللي يكون حامي على نار تكون متوسطه الى عاليه شويه. غير يدير الفقاعات نبدو نقلبوا فيه حتى ينتفخ لنا ويدخل الهواء من الداخل. انا هذوك الاطراف درت لهم الشاليمو ويخرج معكم اجمل مطلوع منفوخ. جربوه على بالي غادي بزاف يعجبكم. سلام.